في الفيديو ده هنشرح كل التفاصيل الخاصة بحرف الجر وقد من حيث المعنى والاستخدام والحالة الإعرابية بطريقة سهلة ما تنساهاش من غير لا تعقيد ولا حفظ على الفاضي. وخلي بالك لو ركزت معايا وكتبت ورايا ان شاء الله باذن الله مستواك في اللغه البولنديه هيبقى في حته تانية خالص، وساعتها استاهل منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، ومشاركه الفيديو عشان الكل يستفيد. انا اسلام ابو الوفا وده كورس بولندي اونلاين. يلا بينا. يعني ايه قد؟ في اللغه البولنديه قد بيقابلها في اللغه العربيه حرف الجر من، وزي ما احنا بنستخدم من في المصري بالظبط هو استخداماته في اللغه البولنديه. فمثلا احنا بنقول في المصري او باللغه العربيه عامه بنقول مثلا انا اشتغلت من امبارح، من يوم كذا، من الساعه كذا، ده بالنسبه للزمان. بنقول في المكان مثلا انا جات لي رساله من فلان، انا راجع من عند فلان. نفس الكلام في اللغه البولنديه. فمثال عشان نوضح الموضوع، مثلا عايز اقول انا شغال من الصبح قدرانا، من امبارح قد فتوراي، من 5 سنين قد بينشولات. نفس الكلام في المكان، مثلا انا جات لي رساله من والدتي، من صديقي قد ماما، قد تشياتشو، قد كوليجي، فراتسام، قد ليكاجا، انا راجع من عند الدكتور، قد ليكاجا. وبنستخدم حالة الديبونج اللي هي حالة المضاف إليه، وكنا عملنا فيديو مخصوص ليها ممكن نرجع له، هنلاقيها في البلاي ليست على القناة. نفس الكلام عن المصدر، لو أنا عندي معلومة فالمعلومة ديت أنا جبتها من المصدر بتاعها هي الشرطة. انفورماتسيا قد بوليتسي، انفورماتسيا قد بوليتسي، مصدر المعلومة هو الشرطة. رسالة من المدير، فيادوموشت قد شفع، رسالة من المدير. وبرضه زي ما احنا بنستخدم في المقارنة من أطول من أقصر من، نفس الكلام بنستخدمه في البولندي. يستم فيشة قد شابيا، يستم ستارشة قد شابيا، أنا أكبر منك في السن، أنا أطول منك. المقارنات بنستخدم قد من. فببساطة شديدة جدا وباختصار شديد جدا الفيديو كله، قد في اللغة البولندية هي من في اللغة العربية، وبيجي بعدها حالة الديبلونيج بنفس الاستخدامات بنفس كل حاجة. أتمنى يكون الدرس بسيط وسهل وعجبكم. هسيب لكم في التعليقات زي كل فيديو إن شاء الله بإذن الله تمارين نحلها وبرضه الأجوبة بتاعتها، وإن شاء الله بإذن الله أنا برد على التعليقات لو حد عنده أي سؤال، وأشوفكم المرة الجاية بإذن الله. السلام عليكم.